تابع الخمس قنوات اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده، وانا عايز اقول لك ان انت ممكن يكون كده تخطيت ال 40% او ال 50% من تعلمك الانجليزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد مع كريم نوب. عايز اعتذر فعلا عن اني مش بنزل فيديوهات كتير الفتره اللي فاتت، ولكن زي ما انتم عارفين او زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا معايا كليه وشويه ستريس وشويه ضغط وشويه حاجات كده بعملها على جنب. انا اسف جدا، ولكن والله هحاول على قد ما اقدر ان انا انزل فيديوهات. الفيديو بتاع النهارده هيبقى فيديو مميز جدا، وهيبقى فيديو مفيد جدا جدا للناس اللي عايزه تتعلم انجليزي، للناس اللي عايزه تدرس الانجليزي وتتعلم الانجليزي. في البدايه كده خليني اقول لك او خليني اعرفك ان انت لو عايز تتعلم الانجليزي بشكل عام، انا الحمد لله سايب في القناه بتاعتي بلاي ليست كامله باسم تعلم الانجليزي او تعليم الانجليزي. البلاي ليست دي هتلاقي فيها كام فيديو بيقول لك ليه الانجليزي مهم، ازاي تتعلم الانجليزي بشكل عام وكل الحاجات دي. ولكن في الفيديو بتاع النهارده انا حابب اكون شخص محدد، انا عايز اتكلم على حته معينه في الانجليزي، هنقسم الانجليزي. والفيديو بتاع النهارده هناخد جزء من الانجليزي ونتكلم فيه، جزء الاستماع، ازاي تطور مهاره الاستماع عندك. طيب يا صديقي، قبل ما نتطرق في حته الاستماع او قبل ما اخوض في حته الاستماع، خلينا نقول في البدايه خالص نظره مختصره او نظره عامه عن اللغه. ما هي اللغه؟ اي لغه بتتكون من ايه؟ اللغه اللي بتتكلم بيها او اللغه اللي الاجانب مثلا بيتكلموا بيها، اي لغه في العالم بتتكون من ايه؟ بص يا صديقي، اللغه ببساطه شديده جدا بتتكون من 4 مهارات: استماع، قراءه، تحدث، وكتابه. الاستماع انك تسمع، القراءه انك تقرا، التحدث انك تتكلم تسبيك او انك تتكلم مع الغير او مع الناس، اخر حاجه مع التحدث الكتابه انك تكتب. يعني انت اي لغه في العالم، اللغه اللي انت بتتكلم بيها او اللغه الام بتاعتك او اي لغه ثانيه انت نفسك تتعلمها، حاول انك تقسمها او حاول انك تحط في دماغك ان ما هي الا 4 مهارات، 4 مهارات بس. انت اتقنت الاربعه تمام جدا، انت كده بقيت نيتيف سبيكر وانت كده بقيت جامد جدا في اللغه. وانا عندي كام راي كده ان انت مش لازم تتقن الاربعه، يعني في كام مهاره كده مش هنحتاجهم جدا يعني لو انت عايز تتعلم. احنا كده خلصنا النظره المختصره بتاعتنا اللي هي ما هي اللغه. خلينا بقى ندخل في الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهارده وهو الاستماع. هنمسك جزء من المهارات بتاعت اللغه ونتكلم عليه. الاستماع، انك ازاي تسمع، انك ازاي تفهم اللي انت بتسمعه، انك ازاي تبدا انك تتعلم انك تستمع وتبدا انك تطور في الاستماع بتاعك. علشان احنا بنتكلم على الانجليزي فهنتكلم في الجزء بتاع الانجليزي، ازاي تطور مهاره الاستماع عندك في الانجليزي. فانا حابب اقول لك في البدايه انك تركز معايا كويس جدا في الفيديو بتاع النهارده، لانك لو تابعت ال5 قنوات او لو سمعت الفيديوهات بتاعت ال5 قنوات اللي هقول لك عليها في الفيديو بتاع النهارده وطبقت الطريقه اللي انا كنت بسمع بيها او طبقت الطريقه اللي انا هقولها لك اللي هي هتبقى في اخر الفيديو، اوعدك يا صديقي ان انت هتخلص 30 او 40% من تعلمك للغه، لان الاستماع مهم جدا. الاستماع مهاره مهمه جدا. فانت لو خلصت جزء الاستماع او انت لو بقيت شخص كويس في مهاره الاستماع، كلمه مني انت كده خلصت 40% من اللغه، ودي حاجه كبيره جدا، حاجه واو. انا بالنسبه لي الاستماع مهم والسبيكنج مهم، لكن الريدنج القراءه انت مش شرط خالص انك تقرا. يعني انت لو مش عايز انك تتطور او الوظيفه او الشغل الحاجه اللي انت رايح تشتغل فيها مش بتتطلب انك تقرا، فمش مهم القراءه، هي مهمه في العموم. ولكن انت كشخص مثلا عايز تتعلم او عايز تسمع وتتكلم، القراءه او الكتابه الى حد ما، وانا من رايي الشخصي، ده رايي الشخصي بس، مش مهمين اللي هو واو. انا بالنسبه لي اللي هو عادي، لو ما بتكتبش او لو مثلا ما بتقراش اتس اوكي، ولكن الاستماع مهم جدا، وبرده التحدث انك تسمع وتتكلم. يعني دول المهارتين المهمين جدا واللي ما ينفعش انك تفوض منهم، وانك ما ينفعش انك تقول انك متعلم لغه من غيرها. هقولها تاني، ده رايي الشخصي، انا ما اعرفش راي الاخرين او انا ما اعرفش رايك انت، ولكن رايي الشخصي كده ممكن يبقى غلط، اتس اوكي خالص. طيب خلينا ندخل في صلب بتاع الموضوع ونقول ما هي القنوات. بص يا صديقي، انا جايب لك 5 قنوات، وعايز ابسطك واقول لك ان انا جايب لك في القنوات دي كل المجالات اللي انت بتتفرج عليها او اللي انت نفسك تتفرج عليها. يعني مثلا عايز تجارب علميه، جايب لك قناه. عايز حاجه فلوجز وحاجه ضحك وهزار، جايب لك قناه. عايز حاجات شخصيه، حاجات تطور ذات والحاجات دي، برضو جايب لك قناه. عايز حاجات ثقافيه انك تثقف نفسك مش انك تطور نفسك، برضو جايب لك قناه. يا صديقي انا مدلعك جدا في الفيديو بتاع النهارده. ندخل في اول سبجكت او اول موضوع جايبين قناه ليه، اللي هو الانتاجيه. اللي هو القناه دي بتاعتي بتتكلم عن الانتاجيه، والى حد ما الانتاجيه بصراحه حلوه انك تطور من نفسك او انك تبقى افضل نسخه من نفسك. القناه اللي هنتكلم عليها النهارده واللي بتتكلم في الانتاجيه بشكل عام او بشكل خاص اسمها روري اوهاما. صاحبه القناه دي بنت، تقريبا انا كنت متابع البنت دي لما كان عندها 300,000 سبسكرايب تقريبا، حاليا هي عندها مليون وي. يعني البنت دي احلى ما فيها في رايي الشخصي ان هي هاديه جدا، هاديه جدا جدا. السبيكنج بتاعها او الاكسنت بتاعها هادي جدا وسموث جدا، والصوت بتاعها نقي جدا. درجه كلامها مش اللي هو نيتيف سبيكر وبتتكلم سريع والجو ده، لا لا خالص، هي بتتكلم بالراحه جدا وهاديه جدا. وباي ذا واي هي متعلمه 3 لغات او 4 لغات. فبرضه في القناه بتاعتها هتلاقي في فيديوهات بتتكلم عن انك ازاي تتعلم الانجليزي او انك ازاي تتعلم الياباني او انك ازاي تتعلم العربي، بتساعدك في الموضوع ده. وبتتكلم عن الانتاجيه بشكل عام، ازاي تنظم وقتك، ازاي تنظم يومك، ازاي تنظم حياتك. انا من رايي الشخصي بصراحه البنت دي استفدت منها جدا. فاكر فيديو كانت بتتكلم فيه عن ما هو النجاح وان احنا ازاي بنضمن نفسنا ان احنا نقارن نفسنا بغيرنا والكلام ده. هحاول اسيبه لك في الديسكربشن او احاول اظهره لك على الشاشه، بس الفيديو ده اثر معايا جدا. تعريف النجاح بالنسبه لها هو ده اول بروجكت او هو ده اول قناه احنا هنتكلم عليها. يا صديقي لو انت مالكش في الانتاجيه او انت مالكش في الشغل ده وعايز قناه فلوجز، عايز قناه حلوه، قناه كده مع الناس، الشوارع، الدنيا، الشهير والمعروف جدا تقريبا هو اشهر واحد من القنوات الفلوج، كيسي نايستن، الراجل ابو النضاره ده بالظبط. الراجل ده برنس، يعني انا تقريبا الراجل ده لحد ما انا مش متابع ليه جدا، ولكن لما بتابع بحس ان انا بهاف فن وان انا بعيش مع الناس وبعيش مع الجو اللي في الشوارع. هو قناه فلوجز، جاست فلوجز تقريبا. معلومه ان الراجل ده تحدى نفسه
كاسي نايستن تحدى نفسه وقال ان هو هيصور 365 فيديو في السنه، يعني كل يوم يصور فيديو. يا صديقي انت لو ما بتعملش فيديوهات او انت لو مالكش في مجال الفيديوهات وانك ازاي تمنتج وتصور والكلام ده، والله يا صديقي عايز اقول لك ان الحوار ده مستحيل، حرفيا مستحيل انك تعمل كل يوم فيديو تصور تمنتج وتنزل. الموضوع صعب جدا. انا هو ليا 15 يوم ما نزلتش فيديو او ليا 10 ايام ما نزلتش فيديو لان الموضوع صعب، ولكن ان الراجل ده تحدى نفسه وعمل 365 فيديو او 380 فيديو، الراجل ده قفل اللعبه تقريبا. نرجع للموضوع بتاعنا. فانا عايز اقول لك ان انت لو بتحب قناه الفلوجز وانك ازاي تعيش مع الناس وتعيش في الشوارع وتشوف شوارع امريكا او شوارع لوس انجلوس، تشوف الشوارع العامه دي، القناه دي برنس والقناه دي حلوه جدا والصوت بتاعه واضح، المايك بتاعه واضح لان هو جامد جدا في المجال بتاعه، عنده تقريبا 15 مليون سبسكرايب، فاللي هو شخص جامد يعني. فلو بتحب الفلوجز وبتحب الحياه الحياتيه وبتحب انك تعيش في الجو وانك تعيش في الشارع ومع الناس، انصحك جدا بالقناه دي كاسي نايستن. ثالث قناه لو انت بتحب التجارب، انك بتحب تجرب حاجه مختلفه او انك تشوف حاجه مختلفه، مستر بيست. مستر بيست ده الجاحد بتاع اليوتيوب، يعني ده الجاحد كده بيعمل تجارب مخيفه جدا وبيعمل تجارب انسانيه جدا برضه. التجارب اللي هو بيعملها بتكلف فلوس جدا على العين بتاعي، يعني ان هي بتكلف فلوس جامده جدا، وانت هتشوف لما تشوف الفيديوهات بتاعته قد ايه الحاجات اللي هو بيعملها غاليه وبتصرف كتير. بيعمل تجارب انسانيه وتجارب مخيفه في نفس الوقت، يعني شخص لحد ما بيعمل حاجات انسانيه وبرضه بيعمل حاجات مخيفه جدا، ان هو يدفن نفسه 6 ايام وان هو مش عارف يولع في نفسه او يعيش في بيت مولع. انت لو بتحب الحاجات المختلفه او الحاجات الديفرنت، الحاجات الغير العادي، مستر بيست ده هيعجبك جدا، هيعجبك وعنده تيم ما شاء الله، ناس جامده يعني. دي القناه الثالثه. القناه الرابعه اللي هنتكلم عليها علشان انا بحب الانتاجيه زي ما قلت لك، فالقناه الرابعه اللي هتضيف لك او هتضيف لحياتك وهتضيف لمستقبلك اسمها بيرر ايديا. بيرر ايديا صاحبها راجل اقرع، اتس اوكي يعني. الراجل ده لحد ما برضه عايز اقول ان هو فادني كتير، فادني في تجاربي وفادني ان انا مثلا ازاي اميكس هابت او ان انا ازاي اعمل عاده، ازاي اطور من نفسي بشكل عام. هو زي ما قلت لك هو المحتوى بتاعه انتاجيه، المحتوى بتاعه هاو تو بي بيتر بيرسون او انك ازاي تبقى شخص كويس، شخص افضل. هيعجبك لو انت ليك في الانتاجيه زي ما انا قلت لك او زي حالاتي يا باشا. تابع القناه دي وهتدعي لي والله. هو احنا كده قلنا 4 ولا 5؟ يا رب يكون 4. احنا كده قلنا 4. الخامسه وانا دي قاصد ان انا اخليها اخر واحده لان هي تقريبا انا بالنسبه لي اروع قناه على اليوتيوب واجمل قناه على اليوتيوب. الراجل اللي ما بيهابش حد، الراجل اللي ما بيخافش من اي حد، بيتكلم وبيقول كل اللي في نفسه، بيقول شتايم برضه. مارك مانسون. مارك مانسون اكيد سمعت الاسم ده قبل كده. مارك مانسون هو مؤلف كتاب فن اللامبالاه، فن اللامبالاه اللي هو واخد صيت كبير جدا. مارك مانسون هو اللي مؤلف. انا الراجل ده بالنسبه لي بحبه شخصيا. الراجل ده بيجيب لك الحقيقه كده بيجيب لك الحقيقه، بيجيب لك الاساس، يعني اللي هو بيقول كل حاجه، بيقول لك كل الناس بتفكر في ايه، انت عايز تفكر في ايه، انت ازاي ما تفكرش في الناس، انت ازاي تفكر على نفسك. برضه بيتكلم في الحته دي وبرضه بيتكلم ان الناس بتفكر في ايه اصلا، ازاي تبقى شخص افضل، ازاي تبقى مليونير. انا بصراحه الراجل ده بيعجبني في الالقاء بتاعه، في الالقاء بتاعه ما بيهموش اي حد واي حاجه بتيجي على لسانه بيقولها. انا زي ما قلت لك ان الراجل ده بيشتم بس لحد ما بتبقى فيه اللي هي علامه التيت على الشتايم والحاجات دي، بس انا بالنسبه لي الراجل ده جامد جدا، ما بيهموش حد، واحلى ما فيه ان هو زي ما قلت لك ان هو بيجيب الحقائق، الحقيقه يعني. بحب مارك مانسون ده جدا، او في المحتوى بتاعه بحبه جدا. هم دول 5 قنوات. ان شاء الله هسيب لك اللينك بتاع كل القنوات دي في الديسكربشن، كل لينك وكل قناه في الديسكربشن. ندخل بقى على الجزء الهام وهو ازاي تسمع، ازاي تطور مهاره الاستماع بتاعك، او ازاي تبقى بتسمع افضل استماع، او انك تاخد افضل استفاده من الاستماع. بص يا صديقي، الموضوع مش معضله خالص. الموضوع ما هو الا انك هتشغل الفيديو وفي علامه السبتايتل هسيبها لك برضو او هظهرها لك على الشاشه، السي سي اللي هو اليوتيوب بيكتب الكلام اللي الشخص ده بيقوله. السبتايتل دي مهمه جدا جدا. لو انت سمعت فيديو ومفيش فيه الخاصيه بتاعه السبتايتل فكك من الفيديو، لان السبتايتل ده مهم جدا، لان انت بتشوف الكلام اللي هم بيقولوه، ودي اهم حاجه. خلينا نبقى رجاله مع بعض او خلينا نبقى صراحه مع بعض. في البدايه الموضوع صعب او بيبقى صعب لان انت علشان بتتعلم وعلشان بادئ انك تتعلم معظم الكلام هتلاقيه مش عارفه او انك مش فاهم، مش مظبوط معاك، مش فاهم اي حاجه، مش عارف اي حاجه. ولكن والله يا صديقي انا جاي لك من المستقبل بقول لك ان الموضوع ده عادي جدا جدا جدا، عادي جدا انك ما تفهمش حاجه. ما ده العادي انك ما تفهمش حاجه، انت مش عارف، انت اول مره تسمع انجليزي يمكن في حياتك، فتس اوكي انك ما تفهمش او اتس اوكي انك ما تبقاش عارف حاجه، لان ده العادي. ريح نفسك وما تضغطش على نفسك خالص، واحده واحده هتيجي. زي ما قلت لك انك في البدايه في كلمات كتير مش هتبقى عارفها او مش هتظبط معاك. انا مش عايز اقول لك ان كل الكلمات اللي انت مش عارفها هتدخل على جوجل ترانسليتر او انك تدخل تترجمها والكلام ده، ولكن في كلمات هتلاقيها اتراكتيف او في كلمات هتلاقيها جذابه كده، هي اللي لوحدها بتشدك. الكلمات دي ما هي الا انك هتروح تاخد الكلمه دي وتدخلها في جوجل ترانسليتر تترجمها. الى حد ما لما تترجم كلام في الفيديو الى حد ما هتعرف الفيديو بيدور على ايه او الفيديو بيتكلم على ايه، السياق بتاع الكلام او السياق بتاع الكادر بتاع الزوايا بتاع الموضوع، الصور اللي بتجي لك في الفيديو، الى حد ما هتفهم ان الراجل ده بيتكلم في ايه. الموضوع في البدايه ممكن يبقى معقد، ولكن والله ما هو الا اسبوعين بالكثير ان شاء الله. وانا عايز اضيف اضافه قد تبدو ان هي بسيطه ولكن هي مهمه جدا جدا، وهي انك تبني روتين انك تسمع انجليزي، تعمل عاده انك تسمع انجليزي. كل يوم لازم تسمع انجليزي، كل يوم يا صديقي اتليست او على الاقل خالص 10 دقائق، جست 10 دقائق. والله العظيم الموضوع يستاهل جدا جدا. اعمل من وقتك او اعمل في دماغك ان انت كل يوم ان شاء الله هتسمع 10 دقائق من القنوات اللي انا قلت لك عليها دي. القناه اللي انت تحبها او المجال اللي انت تحبه في القنوات اللي انا قلت لك عليها دي خش فيه ودور، و10 دقائق بس، جست 10 دقائق.
الجاي. الموضوع يستاهل الريسك والله. الاوقات اللي تسمع فيها انا مش هقول لك الاوقات اللي تسمع فيها، الوقت اللي يريحك والوقت اللي تحس ان هو كويس بالنسبه لك اسمع فيه، ولكن من رايي الشخصي لازم الجو المحيط او العالم حواليك يبقى هادي شويه عشان تسمع الصوت، عشان تسمع كويس للصوت، لان ده لحد ما بيساعد في انك تسمع اكتر وانك تتعلم اكتر او انك تتعلم اقوى. حتى بسيطه انا كنت اعملها وحته خبيثه كده لحد ما، وهي انك مثلا يعني ان انت بتلبس عشان تخرج، شغل فيديو بالانجليزي وسيبه عندك على الترابيزه، اركنه عندك على الترابيزه وسيبه يتكلم مع نفسه، علي صوته وسيبه، يعني خلي الانجليزي يبقى في الباك جراوند عندك، انت مش مركز ولكن علشان انت مثلا بتعمل شاي او علشان انت مثلا بتلبس او علشان انت مثلا قاعد في كافيتيريا ملهاش لازمه، مثلا شغل الايربودز بتاعتك او شغل السماعات بتاعتك واسمع في الطريق مثلا عادي برضه، يعني خلي الانجليزي يبقى في الباك جراوند عندك بحيث انك لما تسمع انجليزي المره الجايه الموضوع ما يبقاش واو او الموضوع ما يبقاش مريح. الحته دي انا كنت دايما اعملها، تقريبا كنت اسمع انجليزي كتير جدا بصراحه، يعني لان الموضوع مهم، الموضوع مهم جدا والله، والموضوع بسيط، يعني زي ما قلت لك في البدايه قد يبدو معقد، ولكن والله لو بنيت الروتين بتاع انك تسمع انجليزي او لو بنيت العاده انك لازم تسمع انجليزي كل يوم، ديتك على 4-5 ايام او اسبوع بالكتير ما تقدرش ما تسمعش انجليزي، لان انت ودانك خدت على الانجليزي، ودانك خدت على انك تسمع انجليزي كل يوم. وزي ما قلت لك الكلام الاتراكتيف او الكلام اللي هيجذبك انك تترجمه وافهم معنى السياق بتاع الفيديو، ذاتس ات، مش مطالب باي حاجه ثانيه، انت ما حدش هيمتحنك فيه، انت بتتعلم لنفسك اساسا، لازم تخلي الحته دي في دماغك عشان تريح منها. عايز اضيف حته بسيطه في اخر الفيديو يا صديقي، لو انت زي مثلا بتتعلم مجال برمجه، ديزاين، ماركتنج، كوميونيكيشن سكيلز، برضه لو انت بتتعلم المجال ده هيفيدك جامد انك تسمع للمجال ده بالانجليزي. خدها وعد شرف مني، المحتوى الانجليزي ايم سوري ولكن المحتوى الانجليزي اقوى بكتير جدا من العربي. اسمع مني، ادخل وسيرش بس على حاجه بالانجليزي بدل من انك تسيرش عليها بالعربي، اتفرج على النتائج اللي هتطلع لك. اعمل زي حالاتي انا مثلا، لما كنت اتعلم الديزاين او التصميم كنت اشوف فيديوهات ناس اجانب، يعني اللي هو انا بكسب حاجتين في حاجه واحده بس، اللي هو انا بطور مهاره الاستماع عندي وفي نفس الوقت انا بتعلم، انا اوريدي بدرس الديزاين بتاعي وبسمع انجليزي، فالاثنين في واحد. خليك بقى عيل جامد واعمل الحته دي، اللي هو انت لو بتتعلم مجال اتعلمه بالانجليزي. يا صديقي انا قلت لك ال5 قنوات اللي هي بتضم مجالات كتير او بتضم اكتر من مجال، ولكن في قنوات كتيره جدا بالانجليزي، يعني زي ما قلت لك ان المحتوى الانجليزي كبير جدا وكتير جدا كمان. في قنوات مثلا لو انت بتحب المحتوى العلمي اللي هو العلمي، في تيدكس توك دي اتكلمت عليها في فيديو قبل كده فهتكلم عليها في الفيديو ده، ولكن زي ما قلت لك لو بتحب المحتوى العلمي ممكن تدخل على تيدكس توك. وانت بقى لما تدخل في القنوات دي الالجوريزم بتاع يوتيوب هتلاقيه يرشح لك قنوات ثانيه من نفس المجال، هتلاقيه يرشح لك لحد ما بتلاقي التايم لاين بتاعك او السكرولنج بتاعك بتاع اليوتيوب كله انجليزي. يا باشا انت لو وصلت للمرحله دي صباح الفل، انت 100 او مساء الفل لو بتسمع الفيديو بالليل. تقريبا انا كده خلصت، او ان انا قلت كل اللي عندي في مهاره الاستماع وانك ازاي تطور مهاره الاستماع. الفيديو ده مهم جدا بامانه، طبق شويه الستبس البسيطه جدا اللي انا قلت لك عليها دي، وتابع ال5 قنوات او تابع حتى قناه واحده من ال5 قنوات، وابني عاده انك تسمع انجليزي كل يوم 10 دقائق. وزي ما قلت لك يا صديقي والله اسبوعين بالكثير تحب نفسك، هتفخر بنفسك، هتحس ان في تطور، انت في كلام بيتكرر، في كلام انت عارفه، عارف ده وعارف ده وعارف ده وعارف ده. ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا الفتره الجايه انزل برضو فيديوهات لمهارات ثانيه زي مهاره مثلا الريدنج، لو انت عايز تطور مهاره الريدنج، الرايتنج، السبيكنج، ان شاء الله هحاول ان انا انزل فيديوهات عن الموضوع ده. انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكون استفدت. في اخر الفيديو عايز اقول لك ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج اند سي يو سون يا برو، اتمنى لك كل التوفيق يا صديقي. باي.